السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني والله، ليا كتير مش بنزل فيديوهات. مساحة الموبايل مش سامحالي، ونفسيا بقى يعني يعني محبطة. مفيش مشاهدات، مفيش اشتراكات. الله المستعان. فالنهاردة بصراحة انا نفسي اعمل صينية بسبوسة. وبصراحة اول مرة اعملها وتطلع حلوة كده. هو انا بوزن بالميزان، اول مره استخدم الميزان في اي حاجه. بس انا اكتشفت ان الحلويات بالذات مش عايزه كده زي عمايل الخضار والكلام ده من غير مقادير، لازم بمقادير علشان تنجح. هنا انا الكيس ده يعني اقل من كيلو بحاجات بسيطه، بس انا حبيت اعمل نصه فوزنته. وزنت ايه 500 جرام الا حاجه بسيطه اللي حطيتها في البولة دي. ودي وزنت قالب الزبدة ده يعني اعمل له حاجة و80. انا مش هسيحه ولا اي حاجة، انا هحطه زي ما هتشوفوا كده. وهبدأ ايه افرك السميط فيها بيها زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما كل السميط يتلف بالزبدة، يتلف كله الزبدة تغطيه كله. وهفرك بايديا الاتنين عشان كله ايه يشرب من الزبدة. انا بصراحة ما اعرفش، اول مرة اعمله كده، وانا اساسا ما بتنجحش معايا، واول مرة اعملها بالطريقة دي ونجحت بصراحة والحمد لله. هبدأ افركها بايديا الاتنين لحد ما الزبدة كلها تدوب في الدقيق. هنا حطيت بقى انا كوباية بص كلها دابت ازاي، بقت زي الكسكسي كده. ما تقلقيش هتلاقيها كلها دابت. انا عملتها بالطريقة دي بصراحة ونجحت والحمد لله. إيه، اي حاجة بالذات الحلويات المقادير مهمة جدا. زودتي حاجة نقصتي حاجة هتلاقي الحاجة ما بتنجحش. واساس نجاحها الخبز. اساس نجاح الحلويات طريقة الخبز. هنا مغلباني الكاميرا برضو من ضمن الحاجات اللي بتخليني مش بصور. فانا رجاء منكم ان كنتوا تشتركوا في قناتي وتقولوا لحبايبكم واصحابكم يدعموني ويشتركوا في قناتي. انا عايزاها تكبر، وبيكوا هتكبر. من غيركم بحبط ومش بعمل فيديوهات ولا بسجل. كل فيديو بينه وبينه 3 شهور بسبب ان بيجيلي احباط. فالله المستعان، ومستنية دعم ليا. هنا برضه علبة الزبادي دي كبيرة، خدت منها علبة زبادي بالكوباية اللي هي المعيارية دي. مليتها زبادي وفضيتها عليها. وهحط تاني قدها كوباية لبن، او ممكن ما عندكيش لبن حطي مية. وهحط سكر، بس في ملحوظة بقى، يعني انا هجربها مرة تانية ان انا ما احطلهاش سكر حبيبات خالص قبل الشربات. لا، هكتفي بالشربات وهشوف هتطلع شكلها ايه. هي طلعت طعمة جميلة ومرملة، والزبدة عطيها طعم حلو قوي، بس طلعت مسكرة قوي. لا، ده انا كمان حطيت اقل من الكوباية دي المعيارية، ما كملتهاش كلها للاخر. بس انا غلطانة، المفروض كنت حطيت نصها، نص الكوباية سكر، او ربع الكوباية، او ما احطش خالص. فبعد كده هقلب بقى بالسباتيولا دي او بالمعلقه باي حاجه، ما تحطيش ايدك، تقلبتين 3. هحط قدها كوبايه لبن او كوبايه ميه. او الناس اللي حبايبنا اللي صايمين مش هيحطوا لبن ولا حاجه، ممكن تحطي كوبايتين ميه. دي معلقه بيكنج باودر، برضو انا اول مره استخدمها، بس انا حبيت قلت ايه تخليها تنفش كده شويه. هي دي المعلقه. وهحط كوبايه لبن، وهبدأ بقى أخلط كل المكونات مع بعضها، واجيب الصينية وادهنها. اجيت احط اللبن ده، الولاد كانوا فاتحينه وسايبينه. انا مكنتش احسبه ان هو مش حلو، بس الحمد لله خدت بالي ان كانش الغطا متبرشم، لقيته مفتوح. فجبت بقى لبن ومليتها، كوباية معيارية برضو لبن مليتها، وضفتها للخليط. كوباية بقى دي الزيادة على الزبادي
خليتها طرية وتحفة تحفة. والله أنا أول مرة في حياتي أعمل صينية بسبوسة وتنجح. كل صينية ما بتنجحش معايا خالص، وبخدمها بحط لها فيها حاجات كتير ما بتنجحش. بس بص، ما تخافوش من الخليط بقى سايل، ده حلو جدا. نقطة كمان، انا كنت محتاجة ان انا لازم اطلع الحاجات اللي في البوتاجاز. قلت لا، اعجنها الاول واحطها في الصينية وبعد كده اطلع واولع الفرن. لا، شرط من شروط نجاح البسبوسة تولعي الفرن قبل ما تبدأي في اي حاجة على درجة حرارة 200، اعلى من حرارة الكيكة. ليه؟ لان البسبوسة محتاجة نار عالية، محتاجة الفرن يبقى سخن قوي. النقطة دي أنا بعد ما صبيتها في الصينية وولعت الفرن على درجة حرارة 200 واضطريت استنى شوية. فهي البسبوسة ما ينفعش انك تسيبيها، بتشرب السوائل كل اللي فيها. بس هي طلعت حلوة، لأن أنا برضو ما استنيتش على الفرن ما يسخن كتير 10 دقايق، رحت مدخلاها واستنيت عليها في الفرن تاني 10 دقايق تاني أو ربع ساعة. لقيت حروفها ما احمرتش، اضطريت أعلي بقى الفرن لدرجة حرارة 300. وبقيت خايفة ان هي تنشف، بقيت براعيها كل شوية ابص عليها. اول ما حروفها بدأت تفك عن الصينية، بدأت تبعد عن الصينية، ورحت مولعة عليها الشواية. ولعت عليها شوية، وانا مولعة عليها شوية حطيتها تحت خالص، قلت علشان لو القعر بتاعها ما احمرش يحمر. بقيت مولعة الشواية وحطها من تحت خالص مش على الشبكة. دهنت الصينية بحتة زبدة، وممكن تدهنيها بزيت. في ناس بتدهنها بطحينة. انا دهنتها كده بالزبدة. انا زي ما قلت لكم يعني سبحان الله، والله العظيم يعني اول مرة اعملها ما شاء الله وتنجح. ما بتنجحش محدش بياكلها. فالمقادير مهمة جدا، والافتكاسات بقى، والخبز مهم جدا. بس انا من ضمن الحاجات اللي بتخلي الحلويات بتاعتي مش بتنجح، ما بطولش بالي عليها في الفرن، ببقى مستعجلة عليها عايزة اطلعها واشوفها. لا، تصبري عليها وتشوفي وقت، تحسبي لها وقت. سويتها كده بالصينية بالسباتيولا، وبعد كده هتخبطيها كذا مرة. كل ما هتخبطيها هتلاقيها تفرد لوحدها في الصينية كلها. وجبت بقى جوز الهند حطيته على الوش. انا كنت نسيت، انا كنت المفروض احط جوز الهند في الخلطة، وممكن لما كنت احط جوز الهند اعاير نص مثلا الكوباية، واحط قصادها مثلا تاني ربعها مية وربعها لبن تاني عشان ما تنشفش. سويتها ورحت مطلعه الجوز الهند، رشيت على الوش وخبطتها شوية كده ودخلتها الفرن. خدت حوالي يعني كده نص ساعة، ساعة الا ربع بكتير. في الوقت اول ما دخلتها الفرن عملت الشربات. كوباية اللي هوريها لكم دلوقتي سكر، وحطيت عليها كوباية ونص سكر. بس اما تعملي شربات بالزيادة احسن، لان اما غلي قلت الكمية فلقيتها مش هتقضي. بعد ما غلي وخلصت وتحسيه بصوابعك كده تلاقيه بيلزق خفيف، ما يكونش تقيل، لان شربات البسبوسة لازم يبقى خفيف. بس بقت فردت وبقت جميلة. فروحت حاطة معلقة عسل نحل، وحطيت عليها كوباية مية سخنة من الحنفية عادي السخان. يا دوب غلي، ورحت منزلها ركناه بقى بارد لحد ما البسبوسة طلعت. وتحطي عصرة الليمون. يعني انا بكلمك بقولك لقيت الكمية قلت، فانت ما تعملي شربات بزيادة احسن. بس اهم حاجة ما يتقلش منك، عشان البسبوسة شرباتها بيبقى خفيف، اخف من شربات الحلويات التانية. والله وكانت طعمة وجميلة، ولونها طلع حلو وذهبي، وعجبتني قوي. يعني انا بقيت مشتاقه لها جدا، وسبحان الله. وطلع اول ما سويتها طلعت منها حتتين، كلتها على طول حتتين بحلقه، والسكر كان جامد فيها. فانا مش يعني بحب الحلويات، بس ما تبقاش السكر شديد قوي كده فيها.
فقلت ان شاء الله المرة الجاية اعملها من غير سكر اساسا، كفاية الشربات، واشوف هتطلع شكلها ايه. مش عارفة انا وقفت ليه، والله مش عارفة إيه اللي خلاني وقفت وقفة ساكتة يعني. يعني ما تخافيش، اهم حاجة تجرأي نفسك وتزعليش ان الحاجة لو ما طلعتش كويسة منك. جربي مرة واتنين، بس اهم حاجة المقادير والتسوية مهمة جدا. هنا بجيب جوز الهند. ايوه، انا لما وقفت فكرت، قلت انا نسيت ان انا احط جوز الهند في العجينة، نسيت احط جوز الهند في العجينة. اعمل ايه؟ بقيت عمالة افكر وانا واقفة كده، افتكرت اجيب جوز الهند واحطه والخبط العجينة تاني واسويها تاني. قلت لا خلاص، عشان ايه ما تبص مني. حطيت، كان ماما بتعمل كده، كانت تحط جوز الهند على الوش. هنا بوريكم الكوباية، لان انا بعد ما حطيت السكر نسيت اصور الحتة دي. مليت بس الكوباية دي سكر، وهحط قدها مية، كوباية ونص، واحطها على البوتاجاز وادوب، واول ما يدوب احط لها عصرة ليمون واسيبها بقى تغلي ايه، وابقى متابعاه بحيث ما اسيبهوش يتخن قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش ما تنسونيش ما تنسونيش بالله عليكم تشتركوا في قناتي، عشان اقدر استمر واقدر اكمل. وانا محتاجاكم تبقوا جنبي، محتاجة تبقى لي عيلة كبيرة واصحاب واخوات، والله المستعان. وربنا ان شاء الله يزيدكم وينولكم كلكم اللي نفسكم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بقى بعد ما حسيته ولقيته قليل، زودت له بقى ميه وعسل، معلقه عسل، معلقتين. هتحطي معلقه جلوكوز ماشي تنفع. او بدأ يغلي كده، خلاص حسيته لقيته حلو، مش تقيل كويس ولا خفيف، خلاص شلته. معلش التصوير مش مظبوط، انا اول مره اصور كده بالستاند ده، والله جايباه وركناه ليا فتره برضو، نفسيا مش مؤهله يعني، اني محبطه. فدعواتكم ان انا استمر، انا نفسي استمر وعايزه استمر، وعايزه قناتي تنجح. بيكو هتنجح والله، مش باللي انا بعمله، بيكو انتوا. فما تنسونيش ودعموني واشتركوا في قناتي، والله المستعان. هي طلعت هنا شكلها كان جميل والله، وحتة كانت تحفة تحفة تحفة. واعملوا بالطريقة دي، وحطي الشربات، قسميه على مرتين، شوية شربت، تستني شوية تروحي مكملة الباقي. ورحت مغطياها بكيس وسبتها شوية. رجعت لها تاني، انا مش صابرة عليها، انا عايزة اشوفها وادوق طعمها. طلعت حتتين كلتهم وانا واقفة. الله المستعان. ويا رب تعجبكم الوصفة دي، وحاجة بسيطة حلوة في البيت وريحتها بقت مالية البيت. والله المستعان. ودايما كده تفتكسوا كده لأولادكم وتعملوا حاجة تفرحهم، ربنا يفتحها علينا وعليكم. تنسونيش بلايك وشير وكومنت حلو كده منكم، حتى لو حطيتولي ديسلايك مش مشكلة، أنا حباها، أحس إن كنتوا متفاعلين معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.